لم يتبقى لدى جماعة البوليزاريو إلا الانتحار بالدخول في حرب علي وعلى أعدائي. والأصل أنهم يدخلوا هذه الحرب مع الجزائر أصلا، الأصل. لكن هذا يعتبر انتحار، لأنه أولا سيصنفون بأنهم معادين للقرارات الدولية، وسيصنفون بأنهم كبابيون، ولن تسمح الجزائر بذلك. الجزائر الآن ليست في وضع يسمح لها حتى أن تحرك هذه المجاميع عسكريا. أن تناقش هذا الموضوع، هل هناك خيار عسكري؟ ما هي الخيارات التي بيد الجزائر اليوم؟ معدومة، كل شيء أصبح معدوم. ما مستقبل وجود البوليزاريو كدولة ضمن الاتحاد الأفريقي؟ خلاص يعني يعتبر البوليزاريو انتهت عمليا، أمميا، قانونيا. ما حد فيش حاجة اسمها المفترض جبهة، لأنه لا حديث اليوم لا عن تقرير مصير ولا استفتاء ولا نضال ولا عسكر ولا حاجة. خلاص، ما يعني بمعنى انتهت البوليزاريو عمليا وسياسيا، انتهت البوليزاريو. وبالتالي وجودها الآن جسم غريب. سابقا كانوا يضمونها إلى الاتحاد الأفريقي على أساس أن ما زالت القضية في الأمم المتحدة، على هذا الأساس كانت تضم. وحتى تبون مستقبلا الآن لن يستطيع أن يستقبل إبراهيم غالي من الآن، أقول لكم من الآن، لأنه بروتوكوليا وقانونيا سابقا كانوا يتحججون بماذا؟ هنا ندري ايش الاستحمار واخر المستحمرات الافريقيه في المراديه. هناك قضيه في مجلس الامن، وبالتالي يتم التعامل مع ابراهيم غالي. دابا ستتعاملون معه بصفته ماذا؟ انتم في الجزائر ستتعاملون معه بصفته ماذا؟ الاتحاد الافريقي، على اي اساس ستبقى البوليزاريو في الاتحاد الافريقي؟ هذه الأمور التي أنا أريدكم أن نتناقش أنا وأنتم فيها، والموضوع كما ترون متشعب وكبير. والإخوة المغاربة الذين ستصعدون، خلاص الاحتفالات احتفلنا البارحة، أنا هنا في نقاش سياسي، يعني ما تطلعوش تقولوا لي كيف احتفلتم وكيف صلحتم. أنا فتحت لكم 3 لايفات متتالية، 3 لايفات والمشاهدات فيها مرتفعة ما شاء الله، في 1.5 مليون، وكان معي في اللايف البارحة 22,000 في اليوتيوب. أنا أشكركم هنا كلكم على رأسي. أنا أقصد اليوم نحن بحاجة إلى أن نسمع أصوات جزائرية اليوم، لكن أرجوكم يا أخواني اقرأوا المعوذات، واقرأوا المأثورات، واقرأوا شوية الأذكار الصباح والمساء. وأنتم كلكم الذين في اللايف الآن اقرأوا قل أعوذ برب الفلق. يجونا ناس مسكونين وناس مجانين وناس هكذا، لأنه أنا أمس فتحت عاد الجلسة كانت قائمة، جلسة مجلس الأمن كانت قائمة. قسما بالله يا جماعة أنني كأنني كنت أتعامل مع مجانين، وخصوصا الإخوة الذين يمثلون وجهة نظر البوليزاريو، كأنني أتحدث مع ناس مجانين رسميا، يعني مجانين رسميا بكل ما تحوي الكلمة من معنى. فأنا أتمنى أنكم تقرأوا الأذكار وتصلوا على رسول الله. إخوة الجزائريين الذين ستحبون أن تتداخلوا اليوم معنا، اقرأوا الأذكار، اقرأوا المعوذات، اقرأوا أي حاجة، اقرأوا أي شيء. المهم تدخلوا عندي وأنتم شوية مركزين، الله يرحم لكم الوالدين، وحاولوا تجددوا الخطاب أرجوكم، رجاء خاص لإخواني الجزائريين البوليزاريو. حاولوا أنكم تجددوا الخطاب. هذيك الخطابات القديمة وتقرير المصير ومدري ايش والأمم المتحدة والشعب الصحراوي وهذا والخيار، هذيك أرجوكم يا إما تكونوا على مستوى اللايف يا إما تتركونا من لا تطلعوش للأمانة، لأنه المفروض الصدمة تكون قد عملت لكم برمجة شوية، والذي عادوا منكم تحت تأثير الصدمة ما يطلعش يا أخي لما تتعالجوا. الله يشفيكم كلكم يا ربي انكم تطلعوا. اصلا ما انا ادري كيف ساتعامل معكم اذا كنتم الدنيا سلامات يعني متشنجين وحالتكم حاله، فكيف بكم وانتم تحت تاثير هذه الصدمه؟ والله ما ادري كيف سيكون حالكم. وانما هذه للامانه العلميه نقولها لكم بصريح العباره، انه بالله عليكم شوي ادخلوا شويه وحاولوا تستوعبوا الواقع الجديد، وتلك العبارات القديمه ولن نترك هذيك واللي سمعناها منكم منذ 50 سنه من البارحه. اليوم احنا في 1 نوفمبر، ونحن ايضا نهنئكم بيوم نهنئكم ونعزيكم بيوم النكسه العالمي 1 نوفمبر. يعني ومكلمونا بكلام معقول، الله يرحم لكم الوالدين، حتى نستطيع اننا نستوعب. يلا يا اخواننا، انا ساربط حزام الامان واربط الحزام وتوكل على الله. طلعوا لنا يا شباب، طلعوا لنا اللي بغيتوا انتم، حتى لا يقولوا انني اطلع انا. ايوه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. انت ما في الاحتفالات؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير، انا بخير. كيف حالك انت؟ الحمد لله. والله خطابك واسلوبك في النقاش يعني اسلوب اكاديمي حضاري يعني،
والقضيه انتهت منذ 50 سنه. يعني انت ما جيت بجديد. البارح في مجلس الامن القضيه ما زالت في تصفيه الاستعمار، ما زالت هناك دول عدم الانحياز كل عام 120 دوله في الاتحاد الافريقي، في القانون الدولي، الشرعيه الدوليه. ترامب لا يتهم افريقيا، كلمه فقط قالها لمحمد السادس، واراد بوريطه قبل ان يذهب ترامب ونتنياهو ان ياتيه بشيء من مثل هذا. يعني انت تعرف في قرارات نفسك انه من يريد الانتصار ومن يبحث عن البهرجه دائما عن طريق النقافات والشيخات، يعني والاسلوب المضحك، لانها مملكه حقيقه ضحك العالم. يعني تسليه. تسليه. وقف والله للتسليه. شوف انت عاشرتهم وصرت منهم للاسف. انت تتفشى نحن. انت تعرف الجزائر وتاريخها. لا اله الا الله. والله والله يا اخي لحظه يا اخي اصبر لك صبره تندعك. اصبر يا اخي، انت قاعد تخرب انت يا اخي. انت مو طبيعي. انت قد جيت بكيت عندي قبل يومين كنت بيسكت لك القلب. ايش جابك اليوم انت؟ انا اليوم بحاجه ناس متماسكين، ناس عندهم عقول. انت يا اخي جاي تبكي، جاي تلهث. ايش فيك؟ من ملاحقك انت يا صاحبي؟ ايش من عدم الانحياز وعدم الانخراط وعدم الاسماء؟ خلاص حكم ذاتي تحت السياده المغربيه. انت فين عايش يا اخي؟ انت عايش معانا؟ انت جالس تضحكوا على انفسكم جالسين يا اخي اصحوا، ولا شوفوا لكم بويا عمر، ولا شوفوا لكم يا اخي بنوديكم اي مستشفى مجانين يا اخي. عندك كلام محترم يا اخي تفضل قولها. شيخات وهذا عندك يا اخي، شفناهم في المظاهرات قبل يومين. خرجتوا حتى النساء العواجز، حتى العجائز خرجتوها. اسمع احترم نفسك يا اخي، احترم نفسك وتكلم بأدب. اسمع اتكلم. اسمع. هو نسبة يعني كما قال وزير الصحة يعني المغربي ان نسبة يعني. وثانيا نقول لك قل لي ما هي خياراتك أنت؟ اين ستذهب انت بعد ان رموك في سلة المهمة؟ يا اخواني ارجوكم للمرة نداء انساني، نداء تكتوكي، لا يطلع معي الا من هو بكامل قواه العقلية. أرجوكم، الموضوع كبير والصدمة كبيرة. اطلعوا واعترفوا أنكم مصدومين وأنكم تستوعبتم الدرس وصافي، وخلونا نخرج من هذا الله. أما هذا جلس أهدئكم وجلس ألاحقكم يا أخي، تعب علي يا صاحبي. أنا قاعد أدير لايف، ما قاعد أدير يا صاحبي. السلام عليكم. لحظة، وعليكم السلام ورحمة الله. سد يا علي لو سمحت إلى أن نأتي إليك. يا أخي تفضل يا رابح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي. هذه الجزائر إن شاء الله بربي احنا هذا القرار مش ملزم. القرار ما كان انتم راكم تتروا برك. ما زال القانون الصحراء الغربية ما زالت تحت سيطرة الاستعمار، وما زال إن شاء الله بربي رايحين. شكون قال لك مع طول المينور تطول العام؟ عنده حق عام مازال تستنى. وكاش هذه المغرب الذاتي، ما كاش حكم الذاتي، ما كاش ولن يكون. لن يكون هذا أبدا. ما له انقطع، هذا ما له انقطع. ما له هذا الأخ انقطع، سكت لك القلب. الله شكلكم بات موتوا عندي كلكم الليلة. انكظم نفسك يا صاحبي، اربط لك نت من وجده. ايش اللي صاير؟ المفروض المرادية اليوم تعمم عليكم ألا يأتي ولا واحد. صافي. سيزار تفضل. تحياتي اخي اسعد بركاك من تعاليق هذه اللي ماشي مليح. حديث عن المراديه قازلكم. احنا قاعدين نتناقشوا معك كرجال. سنتناقش معك كرجال. اين اي تعليق؟ احترم نفسك شويه، احترم نفسك. اي تعليقات احترم معك نفسي. جالسنا المراديه وما جالسناش. اسكت انت. ماذا تريد يا علي؟ على بالك يا اسعد الشرعي كرامتي ليك ان في 2019 لما كان. لحظه، الميكروفون ليس لك. في واحد اسمه سيزار بيتكلم. معليش ما تزيدش تقول المراديه، ما تزيدش تقول المراديه. قالت لكم ما تزيدش تقول المراديه. احنا نتعاملوا معك كرجال. خلاص يا اخي مرحبا بك، وانا اتعامل معك كرجال. بس تقول صافي. حاضر لن اقول. صافي تمام. سيزار. تحياتي اخي سعد، مساء النور من جديد. بالله الميكرو علي، بالله الميكرو. خلي يقول الاخ الميكروفون. غلي معليش يا اخويا سيدي معايا اسعد. يا ولدي اسعد لي يهضر. يا ولدي خلينا نتكلم مع الناس يا اخي. قفل الميكروفون لما يجي دورك. الله يرحم والديك. لا تفتح الميكروفون. امامك سيزر واحد اسمه دي زد 213. ثم ناتي اليك يا صاحبي وتكلم براحتك. مرحبا بك. كلام رجال مثل ما قلت انت. والله ما ننتقصكم، لكن قولوا كلام شويه يعني منطقي وعقلاني سياسي يعني. تفضل يا سيزار. شكرا اخي سعد. انا والله كنت غادي ندير مداخله هذه. عصبني في بدايه المداخله الاخ هذا. بالله الميكرو تيجيك الدور. شوف اخي اسعد، اولا بعد مساء الخير للجميع وبهذه المنصه والحاضرين فيها. انا اولا اريد ان اهنئ الاحرار والشرفاء والعقلاء في الجزائر باول بيان اول نوفمبر وبدايه الثوره الجزائريه. ونحن ايضا في المغرب نعتز
ببيان أول نوفمبر، لأنه جاء في ديباجته ذكر لنا حيث كانت الثورة المغربية أيضا ملهمة مع الثورة التونسية، ملهمة للثورة الجزائرية. فنحن نحييهم بهذا العيد الوطني. وشوف يا سيزار، أنا لا أحب أن أقاطع، لكن ليس موضوعي 1 نوفمبر أبدا. لا والله تهنئة على السريع يا أخي. ولا تهنئ والله، المفروض ما من تهنئة يا رجال. اسمع، خلوني أشوف تداعيات الأمر، كيف سيتم التعامل مع البوليزاريو في الاتحاد الأفريقي. ما هو موقعها من الإعراب الآن قانونيا حسب القانون الدولي؟ ماذا تصنف؟ سابقا كان يتم التعامل معها على أساس أن هناك قضية في اللجنة الرابعة. القضية هذه أغلقت، وكما قال في خطاب ملككم البارحة، الطي الأبدي لهذا الملف المفتح، الطي الكامل انتهى، موضوع انتهى. حدثوني عن مستقبل، هل سيكون هناك صراع بين الجزائر والبوليزاريو؟ هذه الأمور التي ينبغي يفهمها الأخ الجزائري ونفهمها احنا ونفهمها كلكم. خلي نوفمبر الله يرحم الشهداء وتهانينا لإخواننا في الجزائر. والله هي غير تهاني وصافي. شوف أخي سعد، بالنسبة لمستقبل الصحراء والبوليزاريو، المغرب حدد المستقبل منذ زمن طويل، لأن السيادة المغربية منذ زمن طويل العسكرية والإدارية والاقتصادية في المناطق الجنوبية، وهناك منطقة عازلة محرمة بطبيعة الحال يعرفها العالم. بالنسبة لي أنا سأبدأ من البيان الذي قرأته الذي صدر عن بوليزاريو. على فكرة أنا أريد أن أقول لك معلومة أخي أسعد، بالنسبة للبيانات العسكرية هي تصدر تقريبا بشكل يومي، يعني هذا ماشي مسألة اللي هي يعني استثنائية، وتقريبا يوميا يصدرون البيانات على مواقعهم الرسمية، ودائما يقولون على أنهم نفذوا عمليات لا يراها إلا البوليزاريو، يعني لا يراها. لا بيان البوليزاريو ركيك جدا، ركيك للغاية، مفضوح. بالنسبة وقد تكبد العدو، يقول لك وقد تكبد العدو خسائر معتبرة، خسائر معتبرة. بالنسبة للخيار، أنت سألت عن الخيار العسكري قبل أن أقول لك يعني في مصير البوليزاريو والاتحاد الأفريقي وهذه الأمور. بالنسبة للخيار العسكري هو خيار غير وارد وغير منطقي وغير عقلاني لسببين اثنين. أولا، ليس للبوليزاريو أي إمكانيات أن تخترق الجدار أو الأقاليم الجنوبية المغربية، وغالبا ما يتم يعني إيقافها في المنطقة المحرمة العازلة، وليس هناك العديد من الشواهد على الأمر. ثانيا، أنه لا يمكن أن تقوم البوليزاريو يعني إطلاق صواريخها أو قذائفها أو أي شيء أرادت من الأراضي الجزائرية لسبب بسيط، سيعتبره مجلس الأمن عدوانا جزائريا على ما عاد يهمهم يا سيزار إذا قدوا الانتحار الأخير. هم لا يهمهم، ولكن لا إذا لحظة اسمعني، أنا أقول لك، أنا مثلا يعني مثل الديك المذبوح، شفت لما الثور قدوا مذبوح يقوم يناطح شمال يمين، ما عاد يعمل حساب حد. يعني إذا سلمنا سياسيا الآن على أن البوليزاريو انتهت، يعني إذا استطعنا أن نقول انتهت، فهي ستلعب بآخر ورقة الذي هو الانتحار العسكري. أكيد. أنا أقول لك أخي سعد أنهم إذا أرادوا أن ينتحروا في المنطقة العازلة فهذا شأنهم، هذا شأنهم، ولكن أن يتم إطلاق القذائف من الجزائر نفسها ستكون في ورطة أمام مجلس الأمن، لأنه سيطبق عليها البند السابع وسيعتبره العالم على أنه عدوان. المسألة في غاية البساطة، الخيار العسكري غير ممكن. لا هذه نقطة ادخل في اللي بعدها، وجود البوليزاريو في الاتحاد الأفريقي وهذه الأمور. الاتحاد الافريقي هو كان وقع اصلا في تناقض مع القانون الدولي اخي سعد، وساقول لك لماذا. الاتحاد الافريقي منذ زمن طويل ومجموعه من الدول يطالبون الاتحاد الافريقي ان تنسجم قوانينه مع قوانين الدوليه. لماذا؟ لان الخرق هو خرق للقانون الدولي. الامر هو انه المؤسسه الوحيده او المنظمه الوحيده في العالم التي يحق لها تصنيف الدول هي مجلس الأمن والأمم المتحدة. لا يحق لأي منظمة أخرى أن تعطي هذه الصفة لأي كيان سياسي. ممكن أن يتم إدماج يعني كما فعلوا إدماج البوليزاريو في الاتحاد الأفريقي على يعني كعضو شرفي، ولكن أن تكون لها صفة الدولة فهذا أمر لا تقوم به إلا الأمم المتحدة. وبالتالي المشكلة ليست مشكلة البوليزاريو، المشكلة هي مشكلة الاتحاد الإفريقي الذي يجب أن يكيف قراراته وقوانينه مع القانون الدولي. لماذا؟ لأنه حتى لا يقال وحتى لا ينظر إلى الاتحاد الإفريقي أنه اتحاد الفساد وأنه اتحاد القارة الأمراض وقارة الاستبداد وقارة العبث السياسي. فإذا الاتحاد الإفريقي مطالب منذ زمن قبل أن يقرر مجلس الأمن هذا القرار المصيري الأخير، كان على الاتحاد الإفريقي أن يكون سباقا لهذه الخطوة وأن يعدل وأن يصحح في قراراته وأن يبعد بوليزاريو. عفوا أنا بغيت أفهم منك، يعني الآن الخطاب الأمم المتحدة هي التي قراراتها وخطابها ملزم لكل الدول غصبا عنهم، يعني رضيوا ولا أبوا. دابا الخطاب الأممي فيما يخص تصنيف البوليزاريو انتهى سابقا، يعني كانت أول تمثل طرف في قضية موجودة في الأمم المتحدة. هذه القضية حسمت للطرف الآخر الذي هو المغربي بأن السيادة مغربية وأن هناك خطط للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. إذن هل سنشهد
طرد للبوليزاريو من الاتحاد الافريقي مثلا، او اقصاء، او على الاقل تجميد العضويه، او تجميد عضويه، او مثلا الجزائر الان هل يستطيع تبون الان ان يستقبل ابراهيم غالي بصفته ماذا امميا قانونيا بحسب القانون الدولي؟ يعني بماذا سيستقبله؟ اولا بالنسبه للاتحاد الافريقي اليوم يجب بناء على القرار الذي اصدره مجلس الامن على الاقل يجب تجميد عضويه البوليزاريو باعتبارها يعني دوله كما كان يقول الجزائريون ولا زالوا في خطاباتهم على انها دوله مؤسسه للاتحاد الافريقي، وهذا هراء بطبيعه الحال. يجب تجميد العضويه وانتظار ما سيترتب عليه المفاوضات في اطار ما يسمى بالحل المغربي. القضيه ديال البوليزاريو اليوم هناك انت اشرت الى مصطلح ايضا يقال الممثل الشرعي. ليس هناك فقط في البوليزاريو، يجب ان نعلم ونعرف على ان هناك ايضا ممثلون اخرون للصحراويين سواء في المخيمات او في الاقاليم الجنوبيه. وهنا احيلك الى رجل انت كنت قد استضفته وهو المحجوب السالك. المحجوب السالك، لحظه قبل المحجوب السالك، نعم. يعني تجميد العضويه هذا لا يعني شيئا. انك تجمد عضويه عضو في الاتحاد الافريقي انت ما زلت تعترف به كعضو، يعني تجميد مؤقت. يعني التجميد كمرحله انتقاليه بهدف تصحيح الخطا الافريقي فقط والانسجام مع الخطأ الإفريقي، وهو أنهم أجلسوا على مائدة الاتحاد الإفريقي كيانا لا يتمتع بصفة الدولة أخي أسعد، فقط لأنه كانت هناك في تلك الفترة الجزائر ودبلوماسية الحقيبة وشراء الدمام استطاعت أنها يعني تجمع مجموعة من الأصوات لتجعل من البوليزاريو جزءا أو عضوا من الاتحاد الإفريقي. اليوم هي قضية الاتحاد الإفريقي، يجب أولا أن يصحح أخطاءه وأن يؤسس إلى هذه المرحلة الانتقالية، يقوم بعملية التجميد بداية إلى أن ينسجم مع قرار مجلس الأمن الذي لا يعترف إلا بدولة واحدة في شمال إفريقيا تسمى المغرب. البوليزاريو بطبيعة الحال، هنا أعود إليك إلى المحجوب السالك. المحجوب السالك هذا يمثل فصيلا معارضا للبوليزاريو اللي هو خط الشهيد. وهنا أنا أقول المحجوب السالك على فكرة كان لديه رأي خارج الأمم، كان يقول على المغرب يجب أن يسقط وينزل الحكم الذاتي على الأقاليم الجنوبية قبل أن يصدر مجلس الأمن هذا القرار. واليوم محجوب سالك والخط الشهيد هم مطالبون في هذه الفترة التي أسس إليها هذا القرار، وهو بداية المبعوث الشخصي للأمين العام. يعني كأنك توعز إلى أن يتم استبدال البوليزاريو بخط الشهيد. لا، ليس استبدال، ولكن على الأقل أن خط الشهيد اليوم لديه مسؤولية تاريخية باعتبار أن رئيسه هو مؤسس للبوليزاريو، أن يتصل بالمبعوث. هو يطالب بتقرير المصير حتى خط الشهيد. لا، ولكن اليوم عندنا قرار أممي يا أخي أسعد، اليوم لدينا قرار إطار، قرار مرجع اللي هو قرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن. على المحجوب السالك الآن وخط الشهيد أن يتصلوا بالأمين العام ويراسلوا المبعوث الشخصي للأمين العام حتى يكونوا جزءا من المفاوضات. اليوم أخي أسعد يجب أن يفتح نقاش أيضا من الذي يحق له أن يفاوض، واذا كان بوليزاريو اذا كان بن بطوش اي فاوض يا اخي. انا يا اخي لا الملك محمد السادس ذكر بوليزاريو ولا عاد احد بيذكرها اصلا. يعني حتى ملككم في المغرب ذكر تبون بالاسم، قال انا ادعو اخي الرئيس عبد المجيد تبون للتفاوض مباشره. يعني الملك محمد السادس عندما ذكر المغاربه الذين في تندوف قال مرحبا بهم. صحيح قال ولن يميز بينهم وبين المغربي الذي يعيش في سيزار. ايوه اعتذر. طيب اكمل عشان ناخذ الاخ دي زد ونواصل النقاش. تفضل. قد خلاص كمل. افتح كمل دقيقة واحدة وعلشان اخذ منك الآن. اوكي اسمعك. لأن الدبلوماسية المغربية اخي اسعد عمرها ما اشتغلت على خط واحد، وهي تشتغل على مجموعة من الخطوط والاتجاهات. بطبيعة الحال الكلام الصادق الذي قدمه جلالة الملك يعني في خطابه عندما توجه إلى فخامة الرئيس الجزائري ووصفه بالأخ وطلب، وليس أول مرة ملك البلاد يطالب، بل أبعد من ذلك أنه المغرب وجلالة الملك قبل هذا كان يريد من الجزائر أن نحل المشاكل بيننا قبل أن تتدخل الولايات المتحدة. عفوا سيزار أنا قاطعتك كثيرا، لكن لأنه الضغط اليوم فيه كثير، لكن على حسب معلومة لدي أتمنى أنك تؤكدها أو تنفيها. لا يوجد ملك من ملوك المغرب ذكر لفظ البوليزاريو على لسانه، هل هذه معلومة صحيحة؟ أنا والله أخي أسعد لست متأكد، يعني بالتالي لا. هل يستطيع أن يؤكدها لي بديع الزمان ولا سيدريس؟ نعم. لا أحد يستطيع أن يؤكد لي هذه المعلومة أنه لا يوجد ملك مغربي ذكر كلمة بوليزاريو على لسانه. أنا لحد الآن أعتقد أنها معلومة حقيقية. طيب سيزار إذا تريد أن تبقى معنا مرحبا، لأنه الموضوع شوية. لا أخي أسعد، وشكرا على شكرا حبيبنا. شكرا يا أخوي إدريس والإخوان جميعا الأخ بديع الزمان. صافي أشكرك. دي زد 300 أو 213 تفضل. السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا للإخوة الحضور.
الإخوة والأخوات المستمعين كذلك. نبدأ منين انتهيت أنت؟ معليش؟ أوكي. عادي. ولن قلت أنه لا يوجد ملك قال على لسانه بوليزاريو. أعتقد لا يهم إذا قال أو لم يقل. حسن الثاني قعد معهم في مفاوضات لأجل إيقاف إطلاق النار. أعتقد الكلام مش بنفس القيمة تاع أنك تجلس معهم في طابلة تاع مفاوضات. صح. وإذا كاين آخر يعني ضد الكلام هذا يقدر يتفضل، ما كاش مشكل. أنا نظن أنه جلوسك معهم في حد ذاته اعتراف. إذا راني غلط صح ودي ما فاهم. شيء آخر كذلك تكلمت قلت بأي صفة سوف يستقبل عبد المجيد تبون إبراهيم غالي. نعم هكذا. اوكي. بأي صفة؟ بصفة انه هو احد طرفي الان المغرب مطالب منه انه يجلس مع بوليزاريو. الامم المتحدة تقول له اجلس مع بوليزاريو لانه الممثل الوحيد للشعب الصحراوي. هذه ما تقدرش تنفاها. نقدروا ننفوها هذه؟ مع شكون راح يجلس؟ الوفد المغربي يعمل مفاوضات مع الجنون في الصحراء. من يبدأ القوة ونحن جيش وذلك الجدار ولن يستطيعوا الاقتراب. الهضرة ذي والكلام هذا كان من الأحرى أنه يقولوه المغاربة، يقولوا نحن سوف نتقدم ونسترد تلك الأرض بما أنهم أقوى، بما أنهم كما يقولون اليد العليا. أنا لا أرى بتاتا أنهم يد عليا، وتلك الأرض لن يستطيعوا دخولها بتاتا لأنهم على بالهم كي يدخلوا واش راح يلقوا. أنا كي تتكلم معايا بالقوة وتقول لي مبدأ القوى أنا جيش وهم ميليشيات، أوكي تفضل وريني حل يدي. أي أرض تقصد؟ 30% من الصحراء تحت سيادة البوليزاريو ما وراء الجدار. مساحة كبيرة ياسر أخ أسعد، تقريبا 3 مدن ولا 4 مدن مغربية. ما على بالكش بها هذه؟ لا تعلمها، معليش ممكن يصح والد إخوانها. شيء آخر إذا تكلمتوا على مبدأ الحكم الذاتي، الحكم الذاتي نعم أوكي الحكم الذاتي. أنا كنت حاب نفرح معكم، كنت حاب نشارككم السعادة، ولكن للأسف ما زالت المينورس موجودة ومقرها العيون، يعني لم يتغير شيء. إذا كاين ما يثبت عكس كلامي يقدر يتفضل. شيء آخر سمعت المسؤولين المغاربة يتكلموا ويقولون أنه نريد يعني إخراج المينورسو أو على الأقل المدة تكون 3 أشهر. المدة أعطتها لهم مجلس الأمن سنة ومكتوبة لأجل التفاوض بين طرفين لإيجاد حل. يعني ما زلت في مفاوضات. الناس خرجت تفرح ما فهمتش علاش، سعداء مانيش عارف لماذا. نشارككم السعادة تاعكم، ولكن للأسف ما كاش حاجة تدعو للسعادة. الفوز العظيم والهيلولة اللي تصنعت في مواقع التواصل لا أعرف سببها حقيقة. حاجة أخرى الموقف الجزائري اللي أنتم ممكن مضبب بالنسبة لكم بحكم أنتم تتبنوا واحد المواقف خاصة بكم. الجزائر ما عجبهاش إطالة الأمد، الجزائر تريد الحسم في القضية الصحراوية. الجزائر يهمها الشعب الصحراوي لأنه أكثر من 50 سنة والشعب الصحراوي هو اللي قاعد يفاسي. دونك الجزائر تريد حسم في القضية. أما هذه الحديث اللي ما حدث البارحة هو تمديد فقط، لم يتغير شيء مثل الأمس مثل اليوم. إذا أنا نشوف فيكم فرحانين هنا قلت يمكن خلاص لقد أعطوا الحكم الذاتي. كاين صفحات كبيرة وكاين قنوات خاصة القنوات الخليجية هذيك خرجت عناوين المغرب يحصل على حكم ذاتي. يا ولدي واش من حكم ذاتي؟ راكم ما زلتوا تقعدوا معاهم في مفاوضات. هل تنكرون ذلك؟ إذا هناك شخص ينكر هذا الكلام أنا الآن ورحلفني عليه يا أخوان يا أخوان لا أنا ما نجلسش مع هذا الحيوان هذا. السلام عليكم. شكرا نزلتيه شكرا. نحن نتكلم باحترام. أنا ما نزلت عشان سود عيونك، نزلت لأنه مشغل أغنية فقط عشان ما يضرش القناة. أغنية فيها إساءة، فيها كلمات مسيئة، يعني احترموا شوية وجودنا. طيب تفضل. أوكي نعم. يقول لك عندنا واحد مثل أسعد وش يقول لك ولا قواد فيه خير. مثل الجزائري هذا تاعنا يقول لك يما وامك يتعاركوا نعبوا قواد اللي بيناتهم. قواد حاجه خاوتي يقعدوا عند الناس تطيل الزمن. خلاص خليك من القوادة مش وقتها، خليك في السياسة. نعم تفضل أكمل. نرجعوا للسياسة. خويا وإخوتي اللي راكم تسمعوا فينا نقولها مرة ثانية، ما هو الشيء الذي يدعوكم للفرح بهذه الطريقة؟ أنا أريد أن أشارككم الفرحة ولكن لم أجد شيئا يدعو للفرح. كل ما حدث أنه تم تمديد مهلة المينورسو لسنة أخرى وسوف يتفاوض المغرب مع الممثل، وأكد لي على هذه ديرها بين قوسين، الممثل الوحيد للشعب الصحراوي اللي هو بوليزاريو. كذلك تكلمت على الاتحاد الافريقي، نسمع فيك تقول له سوف يقومون بتجميد، من قال انه سيقومون بتجميد عضويه الجمهوريه العربيه الصحراويه؟ كيفاش انت يا عضو دخلتي في 2017 تقوم بتجميد عضو مؤسس؟ اصلا المغرب النهار اللي رجع للاتحاد الافريقي قام بالامضاء
على تعهدات، من بين التعهدات هذه هو اعترافه بالاعضاء، ومن بين الاعضاء هذوما الجمهوريه العربيه الصحراويه. تقدر تطلع عليها في الجريده تاعهم، تروح للجريده الرسميه تجد الجمهوريه العربيه الصحراويه. مكره اخاك ليس بطل. انا ما فهمتش البطولات اللي يتبنوا فيها انا وني. كذلك لغه الكبر ونحن وسنفعل وكنا. يا اخوي العزيز سمعنا الخطاب تاع الملك البارح. الملك سمعتيه كيفاش يقول فخامه الرئيس. انا ما فهمتش علاش على الاقل التيك توكيين هذوما ما يتبنوش الخطاب تاع الملك ويديروه هو القاعده اللي يتكلموا به. لماذا الملك يغرد في جهه وانتم تغردوا في جهه اخرى؟ ولا لا؟ كلم الملك شفتوه محترم يتكلم بلا باقه. كذلك حتى الصحراويين قال اخوتهم يتكلم يعني بواحد الطريقه. بينما الناس اللي في التيك توك هنا ما فهمتش انا عايشين البطولات وحدهم. حاجه اخرى، الاراضي الاخ اسعد، نفس ما حدث مع موريتان. حسن الثاني كان يقول ان موريتان هذه جزء من المغرب ولن نسمح فيها. ايه راح اعترف بموريتان، قال لك بسبه الاتحاد الجامعه العربيه داروا عليا ضغوط. معليش يا سيدي. والجزائر في 72 جاء الحسن الثاني زاد قعد في الطابله مكره اخاك وقام بترسيم الحدود. حتى الناس هذوما اللي راهم يتخيلوا هنا واحد رسم لك نص خريطه حمراء واحد داير لك. الحسن الثاني قام بترسيم الحدود ووافق عليها البرلمان المغربي. انا ما فهمتش الافكار منين تجيبوا فيها. لماذا ملوككم لا يتبنون نفس طيب افكاركم؟ لحظه